السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناتي لمتنا الحلوة مع نوجة. في البداية بحب أرحب بكل ضيف جديد انضم للقناة بتاعتي، وأتمنى يا رب إن أنا دايما أكون عند حسن ظنكم. فيديو النهاردة هيكون عن محضرة الطعام كينود. الحقيقة أنا جبتها يعني من عروض كارفور اللي كان عاملها بمناسبة عيد ميلاده، واللي ما زالت مستمرة لغاية نفاذ الكمية. اللي سعرها كام أنا هقول لكم في آخر الفيديو، لكن في البداية عايزة أقول لكم إن يعني لو حد من محافظة بعيد ومش متوفر عنده العروض بتاعة كارفور ومحتاج منهم حاجة، يتصل على الخدمة بتاعة التوصيل عن طريق النت، وهم هيجيبوها له، وهم وصلوها لي في خلال 10 أيام، ودفعت عند الاستلام. زي ما انتم شايفين المحضرة دي 900 واط، هي كمان 32 وظيفة، 3 لتر. هقول لكم دلوقتي ايه الأجزاء بتاعتها بالظبط. زي ما انتم شايفين على الكرتونة بتاعته كل الأجزاء اللي موجودة جوه الكرتونة. في معانا اتنين من الكبة، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. في كمان معانا شفشق الخلاط سعة لتر ونص، وفي معانا المطحنة، وفي الموتور بتاع الخلاط نفسه. دي كل الأجزاء اللي موجودة داخل الكرتونة. افتحها بقى معاكم دلوقتي وأوريكم القطع اللي جواها. دي كل القطع بتاعتها. زي ما انتم شايفين، أول حاجة الموتور بتاعها. ده الموتور الأبيض، في منه المعدني، أنا جبت منه الأبيض. هو 9 سرعات. ده شكله عجبني جدا، الشكل الأبيض ده. المحرك بتاعه هو ستانلس. زي ما انتم شايفين السرعات بتاعته اهي. انا طبعا جربته، يعني فتحته بس وشفته كده. ده الفلاش اللي هو اللي في الشمال. في كمان اللي هو الشفشق الخلاط بتاعه، سعة لتر ونص. زي ما انتم شايفين شكله اهو. اجمل حاجة فيه انه كل حاجة فيه لها نظام امان في التركيب. يعني بتتلف كويس، وبتسمعي صوت كده وانتي بتحطيه. هو من مش ازاز، هو باغ من النوع اللي هو النظيف. في كمان اللي هي الكبة الكبيرة بتاعته. هي دي الكبة الكبيرة. دي سعة لتر ونص مكتوب عليها كده يعني. هي بتاخد يعني ما شاء الله بتاخد كمية كبيرة. طبعا قبل ما بتتركب بيتحط اللي هو السلاح بتاعها. ده السلاح الأساسي بتاعها يا جماعة. ده طبعا يعني اللي هو اللي يعتبر الماستر في كل حاجة في الأجزاء بتاعتها. هو رقم واحد، وبعد كده كل حاجة بتتركب عليه. تمام. دي الكبة خلاص الكبيرة اهي بعد ما حطيتها. وزي ما انتم شايفين برضو هي ليها نظام امان. يعني بعد ما بتركبيها بتتأكدي ان هي لفت على نظام الامان ده، عشان يكون الموتور بتاعها في حالة ثبات وهو شغال. وزي ما انتم شايفين ده الغطا بتاعها. هي لها 2 غطا هوريها لكم دلوقتي. في بقى كمان الأسلحة اللي هي دي. ده يعني قطعة من الاستانلس اللي هو الغير قابل للصدأ. في 3 قطع زي ما انتم شايفين، بتركب على على نفس السلاح اللي هو اللي قلت لكم عليه الأولاني الأساسي بتاعها. وبتستخدميه بقى في سواء كان في البشر او في التقطيع. يعني له كذا وظيفة. تمام. هو بيتركب برضو بالطريقة اللي انا هوريها لكم دي، بالشكل ده كده، وبعدين بتغطي الغطا وبتستخدميها. واحنا ان شاء الله في يعني الفيديوهات الجاية هعرفكم برضو ازاي تستخدموا المحضر ده في الفرم والعصر والحاجات دي. تمام. ليه نظام امان برضو زي ما انتم شايفين. والقطع بقى اللي معاه زي ما قلت لكم، فيه الخلاط اللي هو سعة لتر ونص، كله من الباغ. وفي كمان اللي هو المطحنة بتاعة التوابل، ساعة نصف لتر. العيب الوحيد اللي انا شفته فيها ان انت لازم تنقلي السلاح بتاع الخلاط فيها اثناء الاستخدام. في كمان اللي هي الكبة الصغيرة دي. دي لو بتعملي حاجة يعني مثلا زي تفرومي توم، او هتعملي اي كميات صغيرة، مش عايزة تستخدمي الكبة الكبيرة، فبتحطي الكبة الصغيرة جوه الكبيرة. وفي كمان معاها السلاح بتاعها، ده سلاح صغير. في سلاح كبير تاني طبعا للكبة الكبيرة. دي عصارة البرتقان، تتركب عليها الجزء بتاع البرتقان. وده السلاح اللي بيعمل عملية الدمج أو عملية العجن. ممكن تعملي البسكوت بالزبدة بيه، أو تعملي بيه تعجني بيه، بس طبعا كميات قليلة. في كمان ده عصارة فواكه، يعني بتنقي الفاكهة من البذر، سواء مثلا كان ممكن تعملي فيه رمان، أو تعملي أي حاجة من اللي بيكون فيها بذور زي الجوافة. هي مش بس بتفرم، لا كمان بتصفي البذر بتاع الفاكهة اللي انت بتعمليها. هي قطعتين زي ما انت شايفة. بجد بتسهل كتير على أي حد، بالذات للي بيحب يشرب الفاكهة أورجانيك.
ما بيحبش الحاجات اللي هي المحفوظة. دي حاجة يعني من الحاجات المهمة جدا بصراحة، عجبتني يعني. ودي برضو بيكون طريقة تركيبها بالشكل ده برضو على السلاح الأساسي. في كمان معانا القطعة دي، هي عبارة عن مضرب بيض. بتضرب معاك البيض لو عايزة تعمليه يعني للكيكة أو لأي حاجة. هي حلوة جدا بس ضعيفة شوية، مش زي المضارب اللي هي الأساسية. دي عصارة البرتقال اللي وريتها لكم من شوية بتركب عليها. يعني دي بتركب على الجزء الخاص بعصارة البرتقال. هوريكم دلوقتي بتركب ازاي. دي الكبة الصغيرة اللي قلت لكم عليها بتركب جوه الكبة الكبيرة بالشكل ده كده. وبتحطي السلاح بتاعها اللي هو السلاح الصغير بتاعها، وتقدري تستخدميها في الكميات القليلة اللي هتعمليها. عجبتني جدا برضو بتغطيها وبتستخدميها بمنتهى الأمان. في معانا كمان الغطا ده. ده بتستخدميه استخدام مفرمة اللحمة اللي هي بتستخدميها العادية. فيها جزء زي ما انت شايفة اهو. ده بتدخلي بيه القطعة اللي انت محتاجة تفرميها، سواء بقى كنت هتفرمي حاجة او هتعملي فيها اي حاجة. تستخدميها استخدام المفرمة العادية. ودي العصارة بتاعة البرتقان. برضو لما تكوني هتفرمي برتقان بتركبيها بالشكل ده كده، وبتخلعي الجزء ده وبتركبي اللي هي الجزء الخاص بالعصر بتاع البرتقان. برضو ليه نظام امان. وده الجزء الخاص بالدمج او العجن. طبعا هي السلاح ده ضعيف شوية السلاح بتاعه، بس ممكن تستخدميه بكميات قليلة لو بتعملي مثلا البسكوت او البيتي فور، بس ما يكونش عجين تقيل عليها لان هي السلاح بتاعها نوعا ما مش قوي قوي. وده السلاح بتاعها المحضرة، برضو اكبر سلاح موجود. ده لو بتعملي مثلا تفرمي لحمة او بتعملي حاجات محتاجة سلاح كبير، هو ده اللي بيستخدموه. انا قلت لكم طبعا هقول لكم على السعر في اخر الفيديو. المفاجاه ان انا اشتريته ب 2400 من عروض كارفور، بدل 3400، وفي بعض المواقع كانت عرضاه ب 3950. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الريفيو بتاعنا النهارده. طبعا ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وشير القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.